يا مساء العسل. هنعمل النهاردة ألذ وأخف فطاير ممكن تاكليها، ممكن تاخديها معاكي الشغل، النادي، المصايف. حاجة كده سهلة وسريعة وفعلا طعمها حلو قوي، هشة وقطنية ودايبة كده. تقدري تحطي جواها كل الحشوات اللي انتي محتاجاها. وطبعا الأطفال أنا مش قادرة أقولك بقى بيموتوا عليها من خفية الفطاير فعلا ومن طعمها المميز. بس قبل ما ابدا معاكي الفيديو، معاكم منار الكيال. اتمنى لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لان ده شيء بيساعدني جدا. نسمي الله. معايا هنا نص كيلو دقيق، ومعايا علبه زبادي صغيره كامل الدسم، ومعايا كيس خميره فوريه، معلقتين سكر عادي، ربع فنجان زيت، وربع كوبايه ميه دافيه. اول حاجه هنزل كوبايه الميه الدافيه وعليها كيس الخميره ومعلقتين السكر، وهقلب وهسيبها لغاية ما اعمل التست بتاعها علشان ما بوظليش العجينة. بعد ما سبتها تتخمر خالص، عرفت ان هي شغالة معايا كويس، هنزل عليها بربع كوباية الزيت، زيت نباتي عادي او لو حابة زيت زيتون طبعا افضل. ونزلت عليها بكوباية الزبادي الصغيرة كامل الدسم عادي. هبتدي ان انا اخلط كل المكونات دي مع بعض، وهنزل عليهم بالدقيق مرة واحدة عادي، وبرضو هقلب وهعجن بقى. عايزة اقولك انك من طراوة العجينة فعلا فعلا مش هتبطلي تعمليها. هبتدي بقى ان انا اعجن بايديا كويس. العجينة بتبقى الى حد ما بتلزق، مش بتبقى ماسكة نفسها لاخر حاجة، لا بتلزق شوية في الايد عادي، شوية زي ما انتوا شايفين، ما بتبقاش مكتومة كده دقيق ولا لا. بعد ما خلصت عجن فيها، هحطها في نفس البولة اللي احنا كنا بنعملها، وعليها نقطتين زيت من فوق ومن تحت، وطبعا هغطيها لغاية ما تتخمر لان هي فيها خميرة حجمها يتضاعف. بعد ما اتخمرت معايا ما شاء الله ناعمة قوي، هبتدي ان انا ارش حبة دقيق، وابتدي ان انا اعجن فيها حبة بسيطة قوي على الرخامة بتاعتي، وهعجنها للمرة التانية عادي علشان ابتدي بقى ان انا اقطعها. بصوا طرية ازاي، بصوا جميلة قوي قوي قوي. عايزين تستغنوا عن الخطوة دي ان انت هتعجنيها تاني براحتك، بس دي هتطلع معاكي قد ايه ان هي طرية. هبتدي ان انا اجيب النشابة بتاعتي واحاول ان انا افردها بسيط، يعني انا مش بعمل بيتزا ولا بشكلها دلوقتي، علشان بس احاول ان انا اقطعها لقطع متساوية، واحطها برضو على صينية واغطيها واسيبها ترتاح. كل ما العجينة بتاعتك ارتاحت بالشكل افضل وبوقت تمام، كل ما هي هتديكي النتيجة المظبوطة. هبتدي ان انا اكورهم كلهم، وزي ما قلت لكم احطهم على الصينية واغطيهم، هسيبها مثلا 10 دقايق ترتاح. بس هجيب حبة دقيق، دول كانوا كتير عشان كده شلت حبة على جنب زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي. انا مش عايزاها رفيعة قوي، هي زي الساندويتش زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، فعايزة السكنس بتاعها يبقى حلو، مش رفيعة قوي تتقطع ولا تخينة قوي تبقى انت بتاكلي عجين اكتر. انا بفردها اهو، وهبتدي ان انا اجيب حبة زبدة سايحة وهفردها في العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده في كل حتة فيه على السطح ده كله. ليه بعمل الحركة دي؟ علشان خاطر لما تيجي تطلع من الفرن تبقى بالنسبة لي مفتوحة وطرية وناعمة، وتقدري تحشيها زي ما انت عايزة. بس كده، واحطها على الصينية اللي هتخش الفرن. طبعا انا مسخنة فرني على درجة حرارة 180 من 12 ل 15 دقيقة، وهبتدي ان انا اعمل بقية الكمية بتاعتي بتاعت العجين بنفس الطريقة اللي انت شفتوها. افردها واحط الزبدة في قلبها، وابتدي ان انا اتنيها واحطها في الصينية. تمام كده. بعد ما رصصت العجين بتاعي في قلب الصينية على ورقة زبدة،
هبتدي ان انا اجيب حبة زيت زيتون او زيت عادي اللي متاح عندك، وعليهم حبة البركة، زعتر، شوفي انتي عندك ايه وحطي على الوش. مش عايزة تحطي براحتك برضو، ممكن تتخطي يعني الخطوة دي. انا كان عندي حبة زيت زيتون وحبة البركة، قلت اما احطهم على الوش كده زي ما انتوا شايفين قد ايه بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. بعد ما دهنت العجين بتاعي بزيت الزيتون وحبة البركة، هبتدي بس ان انا احط ايه، حتة طماطم، فلفلاية، زيتون، براحتك. شوفي انت عايزة تحطي ايه زي ما انا عاملة كده وابدعي انت بقى. تمام. وبعد ما هخلص الخطوة دي هقوم حاطة عليها حبة جبنة موتزاريلا من على الوش زي ما انتوا شايفين كده، حبة مش كتير يعني، هتطعم لك العيش وهتخليه حلو قوي، اصلا مش محتاج انك تحشيه اي حاجة من جوه. وزي ما قلتلك على فرن درجة حرارة 180 الرف الوسطاني من 12 ل 15 دقيقة، وانا فاتحة عليها المروحة. ما عندكيش مروحة يبقى هتحطيها مثلا من 4 دقايق ل5 دقايق على الشواية من فوق. بصوا الزبدة بعد ما طلعنا العجينة، الزبدة اللي احنا حطيناها ما شاء الله. بصوا العيش تحفة ونار لسه طالع. في الخطوة دي وهو سخن تقدري تحشيه الحشوة اللي انت محتاجاها. بصوا طالع فلافي قوي 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 قوي، والله من احلى الفطاير اللي بجد بجد هتاكلوها. العجينة مميزة قوي قوي قوي. انا عاملة هنا ميكس جبن مع فلفل وخضار وفراخ، مثلا لحمة، بسطرمة، بيض، براحتك. شوفي انت عايزة تحطي ايه. اصلا مش عايزة تحطي حاجة، العيش كده كده هو متطعم عليه الجبنة والخضار وحبة البركة وزيت الزيتون، فهو فعلا من الحاجات اللي مش محتاجة، ومن اسرع فعلا فعلا الفطاير. بصوا هنا بعد ما العيش كان لسه سخن سيح الجبن، هتقدري تاخديه معاكي الشغل، النادي، المصيف، قاعدة كده عشوائية حلوة قوي او فطار حلو براحتك. بس فعلا فعلا ان شاء الله ان شاء الله هتعجبك، لان فعلا العجينة دي مميزة قوي وحلوة قوي قوي وطرية كمان، وكأنه ساندويتش انت بتاكليه وانت فعلا مبسوطة. اتمنى ما كنتش طولت عليكم الفيديو، اتمنى الاشتراك في القناة ولايك وشير. مع السلامة.